أهلا بيكم ورمضان كريم. كل سنة بتدخل علينا نفس الحيرة ونفس السؤال، نركز في الشغل والمذاكرة ولا نركز في الصلاة والقرآن؟ في الكام دقيقة اللي جايين دول هنشوف مع بعض إزاي ممكن نحل المعادلة الصعبة دي، والأهم إزاي نحول مجهودنا اليومي في رمضان لعبادة بجد ناخد عليها ثواب. هي دي المعضلة اللي بتقابل معظمنا. من ناحية عندنا شغل وامتحانات ومواعيد تسليم، ومن ناحية تانية قلبنا بيقول لنا ده رمضان، فرصة للصلاة وقراية القرآن والتراويح، والإحساس بالذنب ده بيبقى ضيف تقيل قوي، كأننا لازم نختار بين دنيتنا وآخرتنا. عشان كده النهاردة هنتكلم الأول عن الإحساس بالذنب ده جاي منين، وبعدين هنغير منظورنا خالص ونشوف إزاي الشغل والمذاكرة ممكن يكونوا عبادة، وبعدها هناخد شوية نصايح عملية لليوم، وفي الآخر هنشوف إزاي رمضان نفسه هو فرصة عظيمة للتغيير. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، وهي المعادلة الصعبة دي. الإحساس بالتقصير ده مش بيجي من فراغ، ده بيجي لأننا فعلا بنكون مشدودين بين عالمين مختلفين. بصوا كده، هي دي الخناقة اللي جوه كل واحد فينا. على الشمال التزامات الدنيا اللي مش بترحم ومش بتستنى رمضان يخلص، وعلى اليمين كنوز رمضان اللي بنحس إنها لو فاتت خلاص راحت علينا. الإحساس إن الواحد مشدود كده وإنه لازم يضحي بحاجة على حساب حاجة، هو ده بالظبط اللي بيولد الإحساس بالذنب. طيب إيه رأيكم لو فكرنا فيها بطريقة مختلفة خالص؟ إيه لو قلنا إن الصراع ده أصلاً مش حقيقي، وإن الشغل والمذاكرة دول نفسهم ممكن يبقوا عبادة؟ هنا بقى النقلة الكبيرة اللي محتاجين نعملها في تفكيرنا. في مفهوم جميل قوي اسمه عبودية السعي. يعني إيه؟ يعني دي عبادة خاصة بينا لإحنا كبشر. الملايكة عبادتهم تسبيح وذكر، مفيش حاجة تانية بتشغلهم. لكن إحنا عبادتنا المميزة هي إننا نجاهد ونحاول نوصل لربنا ونرضيه وسط كل الدوشة دي. المحاولة نفسها، السعي ده، هو عبادة عظيمة ربنا خلقنا عشانها. وهي دي الخلاصة كلها في الجملة دي، إن الواحد يحاول يمشي في طريق ربنا على الرغم من ضعفه وانشغاله ومسؤولياته. ربنا بيحب ده. السعي ده مش تقصير، ده هو عين العبادة اللي ربنا طالبها مننا في الظروف بتاعتنا. والكلام ده مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص، لا، ده ليه أساس متين في ديننا. السر كله في النية. النية الصادقة عندها قوة خارقة، تقدر تحول أي عمل يومي عادي لثواب وأجر كبير. والأدلة واضحة جدا. المذاكرة لو بنية طلب العلم هي فريضة وعبادة. الشغل لو بنية إن الواحد يصرف على نفسه وأهله بالحلال فده عبادة. حتى حديث أعطي كل ذي حق حقه بيأكد إن الموازنة دي هي أساس الدين. يعني لما الواحد بينخرط في الدنيا بنية صالحة كل ده بيتحسب له عبادة وثواب. تمام. الكلام النظري ده عظيم، بس ازاي نطبقه بشكل عملي في يومنا؟ يلا بينا نشوف شوية نصايح تخلينا نعرف ننظم طاقتنا ووقتنا صح ونكسب فعلا في الدنيا والآخرة. عشان نعرف نتعامل مع اليوم لازم نفهم جسمنا بيمشي ازاي. دي خريطة الطاقة بتاعتنا في الصيام. الصبح بدري بعد الفجر دي فترة البيك بتاعنا، أعلى تركيز وأعلى طاقة. أي حاجة صعبة، أي مذاكرة تقيلة، هو ده وقتها. على الظهر الطاقة بتبدأ تهدى شوية، فده وقت كويس للاجتماعات أو الحاجات اللي فيها تفاعل. فترة العصر بقى هي دي اللي الطاقة فيها بتكون في أقل مستوياتها، دي نخليها للمهام الخفيفة خالص زي الرد على الإيميلات. وبعد الفطار الطاقة بترجع تاني، وده ممكن يكون وقت ممتاز للمراجعة أو للشغل اللي محتاج إبداع. ودي وصفة سريعة من 4 خطوات. أولاً، خطط ليومك من بالليل عشان تصحى عارف هتعمل إيه بالظبط. ثانياً، ابدأ بأصعب حاجة، خلص منها الصبح بدري والتركيز عالي. ثالثاً، استخدموا تقنية البومودورو، يعني نركز 25 دقيقة وناخد 5 دقايق راحة، ده بيحافظ على التركيز. وأخيراً، وقت العصر من غير ضغط خلوه للحاجات الخفيفة والروتينية. وبالنسبة لخمول العصر ده في حلول بسيطة. ممكن ناخد بريك صغير نتمشى فيه أو نغسل وشنا بمية ساقعة عشان نفوق، ولو في فرصة لقيلولة 20 دقيقة دي بتعمل مفعول السحر. أو ببساطة شديدة نغير المكان اللي شغالين فيه، مجرد التغيير ده بينشط المخ من تاني. وطبعا الأكل هو البنزين بتاعنا. في السحور مهم قوي نركز على الكربوهيدرات المعقدة زي الشوفان عشان تدينا طاقة لفترة طويلة، والبروتين زي البيض عشان الشبع، وأكيد نشرب مية كويس ونبعد عن الموالح والسكريات الكتير. وفي الفطار نحاول تكون الوجبة متوازنة ومش تقيلة قوي، لأن الأكل الزيادة هو أول سبب للخمول والكسل بعد الفطار. طيب، خلونا نختم بنظرة أوسع شوية. رمضان مش مجرد 30 يوم بنحاول نعديهم وخلاص. رمضان ده فرصة حقيقية، فرصة نغير فيها ونبني عادات جديدة تكمل معانا باقي السنة. فكروا فيها كده، رمضان ده يعتبر معسكر تدريبي مكثف للإرادة. لو الواحد قدر يتحكم في شهوات أساسية زي الأكل والشرب لمدة شهر كامل، ده معناه إنه يقدر يغير أي حاجة تانية هو عايزها. الصيام بيثبت لنا إننا أقوى بكتير مما نتخيل. والأجمل إن التحكم ده مش في الأكل والشرب وبس،
الحديث ده بيلخص الموضوع كله. لما حد يستفزك مطلوب منك تقول إني صايم وتتحكم في غضبك وأعصابك. فالتمرين هنا بيكون على التحكم في النفس بشكل شامل، وده اللي بيقوينا نفسيا وأخلاقيا. إيه الخلاصة يا جماعة؟ الشغل والمذاكرة في رمضان مش ذنب، دي عبادة السعي اللي ربنا بيحبها، ورمضان هو الفرصة الذهبية عشان نقوي إرادتنا. السؤال الأخير اللي هنسيبه لكل واحد يفكر فيه هو إيه هي العادة الواحدة بس اللي هنطلع بيها من رمضان ده؟ نختار عادة واحدة بس ونخلي رمضان السنة دي هو نقطة البداية الحقيقية